السلام عليكم ورحمة الله. اهلا وسهلا بكم في قناتي عالم اسراء DIY. النهاردة معانا اول فيديو على القناة بمناسبة بداية عام 2025. هنعمل مع بعض شجرة راس السنة بافكار مبتكرة وحصرية، وكمان هنعمل مع بعض زينة راس السنة بطريقتين مختلفتين وكمان احلى من بعض. عايزين تعرفوا ازاي هنعمل الشجرة وازاي هنزينها بطريقة سهلة ومميزة؟ خليكم معايا للاخر ووصلوا الفيديو ده ل1000 لايك. هنحتاج شوية ادوات عشان نبدأ، زي البايب كلينر بألوان حلوة ومسدس شمع، وكمان شوية صلصال فوم عشان نعمل الزينة، ومقص ودبل فيس، وورقة A4 ملون باللون الأخضر عشان نعمل الشجرة. خلينا اوريكم ازاي هنعملها خطوة بخطوة. في المرحلة دي هنبدأ نشتغل على الورقة. أنا ممكن استخدمها بالكامل أو أقسمها بالشكل ده. قسمت الورقة لجزئين متساويين عشان هعمل شجرتين. هاخد أول ورقة كده معايا وابتدي إن أنا أعمل جسم الشجرة. هنجيب الورقة كده ونلفها على شكل قرطاس بالشكل اللي انتوا شايفينه ده، وهبتدي بالجزء اللي هو الزايد ده كده بمسدس الشمع وابتدي ان انا الزقه. نثبت ايدينا شويه عشان الشمع يلزق كويس على الشكل بتاعي. هنبتدي بقى نشيل اي زوايد باستخدام المقص بالشكل ده كده. بقى معانا الشكل المخروطي ده عشان نقدر نثبت عليه البايب كلينر. طبعا هنعمل الشجره باللون الاخضر والفضي والابيض. هنقسم البايب كلينر لقطع صغيره بمقاسات متساويه. نمسك العود نقسمه بالنص وناخد كل جزء نقسمه بالنص تاني، تقريبا كده كل قطعه تبقى 5 سنتي. هنعمل كميه بنفس الطريقه. ودلوقتي هنمسك الاجزاء الصغيره دي ونبتدي ان احنا نتنيها بالشكل ده بنفس الطريقه. ودلوقتي هنرتبهم باستخدام مسدس الشمع بالترتيب كده بشكل جميل على الورقه لحد ما تكمل شكل الشجره. خلصنا من تركيب البايب كلينر. هنبدأ نتني الجزء ده كده علشان يظهر شكل الشجرة اكتر بالشكل ده. ترى ايه رأيكم في النتيجة؟ بجد شكلها حلو قوي. مش بس شجرة جميلة، دي كمان هتضيف اجواء سحرية للبيت في بداية السنة الجديدة. هنحتاج كرتونة ورول مناديل عشان نعمل قاعدة الشجرة. اول حاجة نجيب البرجل بتاعنا ونعمله على 7 سنتي ونبتدي ان احنا نعمل قاعدة الشجرة. هعمل دايرتين مقاسهم 7 سنتي واقصهم بالشكل ده، وبعد كده هلزقهم بالدبل فيس زي ما هتشوفوا دلوقتي في الطريقة. ودلوقتي المرحلة الممتعة للتزيين. هناخد شوية صلصال فوم من اللون الابيض وتبدأوا تلزقوه على قاعدة الشجرة بالشكل اللي انتوا شايفينه ده. الميزة بتاعته ان هو بيتفرد بسهولة وكمان بينشف بسرعة. خلال ساعة كاملة هتلاقيه خلاص نشف. واعمل تأثيرات كده بايديا عشان تدي شكل التلج. بعد كده هجيب القطعة بتاعة الفوم دي واعملها شكل اسطواني كده، وابتدي ان انا اداري بيها الكرتونة من على الاطار بتاع الدايرة.
صلصال الفوم هيدي قاعدة الشجرة شكل جميل وناعم، وبعد كده هنضيف الجليتر التلجي والفضي هيدي الشجرة لمسة ساحرة ويخلي شكلها كأن عليها تلج طبيعي. ودلوقتي هنعمل الجزء اللي هنثبت عليه الشجرة. هنجيب الرول المناديل ده كده ونبتدي ان احنا نقصه بالمقص بالشكل ده، وهنجيب الدبل فيس ونبتدي ان احنا نعمل شكل اسطواني ارفع من رول المناديل علشان يمسك الشجرة ويبقى يديها توازن. وهجيب الدبل فيس من الناحية التانية كده وهبتدي ان انا الزق اخر طرف في الاسطوانة بالشكل ده كده، وهشوف الطول بتاعها مناسب ولا لأ، وبالمقص هشيل الجزء الزيادة بالشكل ده. وبالبايب كلينر اللي باللون البني هبتدي ان انا اغلف الجزء ده كده بواسطة الشمع، هبتدي ان انا الفه كده زي الرول، وممكن نستبدله برضو بصلصال الفوم باللون البني ونطبقه زي ما عملنا في قاعدة الشجرة. وده كده بقى شكلها، وبكده نكون كونا اجزاء الشجرة. دلوقتي بقى جاهزة على التركيب. هنمسك الجزء ده كده ونبتدي ان احنا نحط عليه كمية من الشمع ونثبتها كده من الشجرة من جوه، وده كده بقى شكلها كيوت قوي. نثبت اخر جزء في الشجرة وهو القاعدة، هنحط كمية شمع كده محترمة علشان نبدأ نثبت القاعدة بتاعتنا اللي عملناها. طريقتها سهلة وممتعة بجد، هتستمتعوا قوي لو عملتوها في البيت. قولولي ايه رأيكم في النتيجة. ودلوقتي هنبدأ المرحلة الممتعة لتزيين الشجرة. أول طريقة هعملها لكم من صلصال الفوم. خليني أوريكم بعض الأشكال الجميلة. عملت نجمة من صلصال الفوم، وعملت بسكوت الكريسماس اللذيذ ده، وعملت حذاء سانتا الجميل وطاقية سانتا، وعصا سانتا الحمراء اللي فيها الخطوط البيضة دي، وعملت كمان شكل هدايا من صلصال الفوم. عملت حجمين صغيرين باللون الأخضر واللون الأورنج بالشكل ده، وعملت 2 كبار شوية باللون الأحمر وباللون الأزرق. بجد شكلهم لذيذ قوي، وكل شكل من دول هيكون اضافة حلوة في الشجرة. طريقتهم سهلة وبسيطة. خليني اوريكم بعض الاشكال عملناها ازاي.
عملت معاكم على السريع الاشكال السهله اللي تقدروا تنفذوها. اما بالنسبه لبسكوت الكريسماس والهدايا الملونه فدي كانت هتاخد مني وقت، لو عايزين الطريقه بتاعتهم اكتبوا لي تحت في الكومنتات وانا اعملها لكم في فيديو لوحدها. وعلشان يزيد الشكل فخامه جبت من محل الخردوات او مستلزمات الخياطه، جبت شكل الورد الصغير ده شبيه لرقاقات التلج، وكمان جبت شريط الستان ده وعملت منه فيونكه عشان نزين بيه الشجره. واخيرا هنبتدي تزيين الشجره بمسدس الشمع، هنلزق الاشكال الجميله اللي احنا عملناها. وده كده شكل الشجرة النهائي بالطريقة الأولى. قولولي رأيكم في الكومنتات، ولو انت وصلت معايا للدقيقة دي ما تنسيش تعملي لايك حلو زيك واشتراك بالقناة لو لسه ما اشتركتيش. اما بقى بالنسبة للطريقة التانية، لو مش قادرين تعملوا كل الاشكال دي مفيش مشكلة، ممكن تزينوا الشجرة بكرات فوم ملونة بسيطة، وده هيخلي الشجرة تبقى حلوة وسهلة ومش هتاخد وقت طويل. وكده جهزت الشجرة دي عشان وقت الفيديو، وكمان معايا كرات فوم ملونة وعود بايب كلينر من اللون الذهبي، وهبتدي ان انا اعمل شكل النجمة بالشكل ده. تابعوا معايا الطريقة، مفيش اسهل من كده. وبكده نكون خلصنا شجرتنا الجميلة بطريقتين اسهل من بعض، وهتكون عندنا الشجرة جاهزة لأحلى احتفال براس السنة، وكمان ديكور شكله ممتع. تقدروا كمان تحطوا سلك النور يدي اضاءة. بجد مفيش حاجة اسهل من كده. قولولي في الكومنتات ايه اكتر شكل عجبكم. وبكده نكون خلصنا. لو عجبتكم الفكرة دي ما تنسوش الاشتراك في القناة وتفعيل الجرس على علامة الكل عشان يوصلكم اشعار بكل الفيديوهات اللي انا بقدمها. وما تنسوش توصلوا الفيديو ده ل1000 لايك عشان تشجعوني اعمل لكم افكار لذيذة وممتعة كتير على القناة. في الفيديو اللي جاي هنتعلم مع بعض فكرة جديدة لزينة راس السنة. خليكم معانا عشان نكمل مع بعض متعة الحرف اليدوية بكل حب، وكمان صنعت في المنزل. سلام.